احلى سلام على حبايب مرمر، احلى سلام على ست الحبايب، احلى سلام على ست الكل، احلى سلام على ست البنات، احلى سلام على اجمل اخوات. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحب وفرح قلبي يا حبايب قلبي. جبتوا الباميه ولا لسه؟ فرستوها ولا لسه؟ خلاص يا حبايبي، الباميه يعني داخله كده في التشطيب. عايزه قبل بقى ما ابدا معاكم اقول لكم طريقتي في تفريز الباميه. انا عايزه اشكركم على تدعيمكم لقناتي والكومنتات بتاعتكم اللي بجد بتفرحني وبتسعدني. عايزه يعني بجد لو اطول كل حد كده اشكره فرد فرد يعني وشخص شخص. يعني بجد انا مش هتاخر. انا مش عارفه اقول لكم ايه، بجد فرحانه بيكم اخواتي وامهاتي ويعني اصحابي، عايزه اقول لكم وبناتي، عايزه اقول لكم بجد بحبكم قوي 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 من داخل مصر وخارج مصر. صفحتي فعلا بتكبر بيكم وقناتي بتكبر بيكم. واللي ما يعرفش انا عندي صفحتي اسمها مفيش اسهل من كده مع ماري داود. بجد انا فرحانه بيكم قوي قوي. دمتم يا رب كده يعني فرح وهنا في حياتي. انتوا عيلتي فعلا التانية اللي بجد بتشرف بيها. عايزه اقول لكم بقى، انا نزلت جبت بقى شويه باميه كده، انا ما جبتش كتير بس قلت يلا بقى يا مرمر فرحي كده الفريزر، لان احنا هنا من عشاق الباميه، بنحب الباميه قوي قوي. فجبت كده ايه يعني شويه كده تفاريح يعني نفرح بيهم ايه الفريزر. انا قعدت قلت بقى الباميه هترخص، فضلت ماسكه فتره على 50 جنيه، فقلت يا بنتي يا مرمر ايه اصبري يمكن ترخص. وما لقيت بقى، بصوا هي قربت برضو يعني داخله في التشاطيب، بس هي نزلت انا جبتها ب 35. بس انا قلت ايه، انا ممكن افرزها على 25 تبقى كويس كده، تبقى كويسه يعني، واجيب شويه حلوين وافرزهم على 25. بس هي مسكت بقى في الاخر على 35 وخلاص بقى ابتدات ايه تشطب. فقلت لا، الطمع قال لي ما جمع بقى، انزلي الحقي هاتي ايه شويه كده فرحي بيهم ايه الفريزر. بصوا بقى يا حبايبي، انا عايزه اقول لكم بقى على طريقتي المتواضعه في تفريز الباميه. بس بامانه يا حبايبي، انا الطريقه دي يعني انا معتمداها بقالي سنين وبجد بطلع كيس الباميه من الفريزر فريش وجميل تحفه، اكني لسه جايباه، يعني جايبه الباميه طازه من السوق حالا. يعني بجد اعتمدوا طريقتي وانتم مش هتندموا ابدا ابدا، والطريقه سهله خالص خالص، مش هيبقى في اسهل من كده. بصوا بقى يا حبايبي، انا جبت الباميه اهو زي ما انتم شايفين، حطاها في مصافي، بس انا غسلتها الاول وقلت ايه اسيبها بقى تتصفى براحتها كده، وبعد كده هبتدي بقى اقلمها. وانا بقلمها عشان اضمن برضو ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه، بجيب صينيه كبيره اللي هي الصينيه بتاعت الاكل، واحط فيها فوطه نضيفه بتاعت مطبخ. كل واحده بقلمها ببتدي ايه بقى بفردها ايه على الفوطه اللي على الصينيه، بحيث ان ايه مسافه ما اخلص كده اضمن بقى ان الباميه نشفت خالص ما فيهاش فتفوته ميه. طبعا كلكم انا عارفه ان انتوا شاطرين في تفريز الباميه، بس انا بقول لكم فعلا على طريقتي اللي انا بقالي سنين بفرز بيها، والنتيجه بتاعتها بجد يا حبايبي تحفه. لو انتوا اعتمدتوا الطريقه بتاعتي مش هتندموا ابدا. بعد ما قلمت بقى الباميه وفردتها كده سبتها على الصينيه تنشف براحتها، ببتدي بقى اجيب الاكياس. انا بصوا عايزه اوريكم انا جهزت الاكياس، اوريكم بس انا ايه اكياس اهي، استنوا يعني على قد ما ايدي طالت اكياس، شايفين انا جهزت الاكياس اللي انا ايه هفرز فيها. اكياس ثلاجه يا حبايبي، الاكياس اللي هي بتاعت الثلاجه اللي احنا بنفرز فيها الاكل يعني. فخلاص كده انت يعني قلمتيها، والاول غسلتيها وصفتيها بمصافي زي ما انا عاملاها كده وقلمتيها، افرديها بقى ايه على الفوطه النضيفه اللي في الصينيه دي لحد ما تنشف. بعد كده هتجيبي الاكياس القمر دي، هتبتدي بقى تعبيها حسب احتياجك، حسب الطبخه بتاعتك. طلعي بقى الكيس حسب الطبخه بتاعتك. تعبي كيسك حسب ما انت ايه احتياجك انت. تمام. عايزه اقول لك بقى، علشان تاكلي باميه تحسي كده ان انت فعلا برضو لسه جايباها حالا من السوق فريش، تجيبيها بقى متلجه من الفريزر
يعني ما تسيبهاش تفك. ما تسيبوش يا حبايبي الباميه تفك نهائي، لان هتلاقوها عبت زي ميه، عبت ميه. لا، من الفريزر على طول هتبقى انت مسبكه التسبيكه بتاعتك، حطيها على طول في قلب التسبيكه كده بقى هتاكلي يعني باميه. يا سلام يا سلام، مش هتلاقي بقى اطعم ولا ألذ من الباميه بقى. وطريقتي كده في تفريز الباميه، باميه تحفه بجد. جربي طريقتي واعتمديها. عايزه اقول لك مش هتندمي ابدا ابدا ابدا. انا بقالي سنين بفرز الباميه بالطريقه دي. طبعا كلكم انا عارفه ان انتوا يعني ناصحين في تقليم الباميه يعني، وكلكم شاطرين. طبعا احنا بنقلم الباميه وبنقطع البوزه اللي هنا دي، ولو انت عايزه بقى ايه تفتحي فتحه من فوق كده بعد ما تقلميها، بتفتحي الفتحه من فوق. طبعا الباميه يعني انت حبيتي بقى لو في باميه جايه كبيره شويه في قلب الباميه دي، ممكن تعمليها ويكا تبقى طعمها تحفه. تعبيها بقى مع نفسها، تفرزيها كده مع نفسها في اكياس لوحدها، ودي تخليها ايه للويكا، بتبقى تحفه تحفه تحفه. انا بقى في العموم لما تبقى الباميه انا هعملها في نفس اليوم مش هفرزها. عايزه اقول لكم بقى انا بعملها ازاي. يعني مش بحطها الصراحه في الصلصه او في التسبيكه على طول. انا بحب يا حبايبي اقلل اول البصله، تمام. وانا بعمل البصله كده بحمرها. طبعا برضو بحب احط كده التوابل في قلب البصله، يعني يعني ريحه التوابل بتطلع مع البصله كده يا سلام يا سلام، بتبقى ريحه ايه قلب الدنيا كده. بحب اعمل ايه بقى، ابقى الباميه بتاعتي طبعا مقلماها ومجهزاها، بروح احطها على البصله. يعني هي خلاص البصله اصفرت، بروح بقى احط الباميه نفسها. مش بحط الطماطم، لا بحط الباميه على البصله اول ما بتصفر، وابتدي بقى اقلب اقلب اقلب. الطريقه دي يا حبايبي بتخلي الباميه تشرب من البصله، تشرب من البصله، من التتبيله بتاعت البصله وريحه البصله وطعم البصله. بعد كده بقى ببتدي احط الطماطم بتاعتي بعد ما اقلب شويه كده، وتلاقوها ايه بقى زي بتعمل صوت خرفشه كده وانتوا بتقلبوها. اول ما اوصل للصوت ده بقى اروح هوب بقى ايه احط الطماطم بتاعتي. طبعا لو في لحمه برضو عايزه اقول لكم انا يعني لو انت سلقه اللحمه نص سلقه او حاجه نص سلقه كده وهتكمل سواها مع الخضار، انا بعمل ايه برضو، بروح ايه احط اللحمه بتاعتي واقلبها مع الباميه، اقلبها مع الباميه برضو تاخد من ريحه البصله والتوابل، بتبقى تحفه اكنك كده اللحمه بتاكلي كده كباب حله. ولما بتيجي بعد كده بقى بتاكلي الباميه، عايزه اقول لك بيبقى طعمها خطير، التوابل فيها وريحه البصله فيها بتبقى تحفه. ده بقى في حاله ايه لما تبقى الباميه طازه وهعملها في وقتها. لكن طبعا بقى هنفرز الباميه، يبقى الباميه دي هتيجي من الفريزر على التسبيكه على طول، اوعي تسيبيها تفك، ما تسيبهاش تفك. يلا بقى الحقوا انزلوا هاتوا بقى باميه، اللي لسه ما فرزش باميه يروح بقى يجيب له حاجه، حتى يجيب له شويه تفاريح كده يفرح بيها الفريزر، لان هي خلاص يا حبايبي ابتدات ايه تشطب. انا جبتها زي ما انا قلت لكم ب 35 وهي مش هترخص اكتر من كده. هي بقى هي خلاص ممكن تبتدي بقى خلاص هي ايه بتنقص من السوق وبتشطب. فالحقوا بقى هاتوا شويه كده وفرزوهم. وعايزاكم بقى تقولوا لي هي عندكم الباميه وصلت لكام، يعني عندكم بتجيبوها بكام. عايزه اقول لكم يا حبايبي لو الفيديو بقى اعجبكم يلا بقى اللايك اللي بيفرحني، وكومنت منكم كده بيفرحني، وقولوا لي في الكومنتات انتوا بتجيبوا الباميه بكام، وصلت عندكم كام، وتفعيل زر الجرس وعلامه الكل عشان كل الاشعارات توصل لكم. بحبكم قوي قوي يا حبايبي، واقول لكم ايه باي باي يا حبايب قلبي، باي باي.